في الخطوات التالية سنتعرف على طريقة عمل الكتاب. فنبدأ بإنشاء عنصر من النوع بوكس سوف نستخدمه في عمل غلاف الكتاب. فنضغط على المفتاح بوكس، ومن القائمة كيبورد انتري ندخل القيمة 27 في الخانة X، والقيمة -4 في الخانة Z، و62 في الخانة Length، وندخل القيمة 54 في الخانة Width، و1 في الخانة Height، ثم نضغط Create فيتم إنشاء العنصر. والآن نقوم بإنشاء عنصر بوكس آخر لعمل صفحات الكتاب. فندخل القيم 25 في الخانة X، و0 في الخانة Z، و60 في الخانة Length، وندخل القيمة 50 في الخانة Width، والقيمة -4 في الخانة Height، ثم نضغط Create وننتقل إلى اللوحة Modify ونقوم بإضافة أمر التعديل Skew، ونعدل القيمة Amount إلى -2. ولعمل الجزء المقابل من الكتاب نختار العنصرين بفتح نافذة اختيار، ثم نضغط على الرمز Mirror من شريط الأدوات، ومن الجزء Clone Selection نختار Copy، ونعدل القيمة Offset إلى -53، ثم نضغط OK. والآن سنقوم بعمل ورقة تنتقل من الجزء الأيمن إلى الجزء الأيسر من الكتاب. فنفتح اللوحة Create، ومن القائمة العلوية نختار Page Grids، ونضغط المفتاح Quad Page، ومن القائمة Keyboard Entry ندخل القيم 25 في الخانة X، و1 في الخانة Z، والقيمة 60 في الخانة Length، و50 في الخانة Width. ومن القائمة Parameters ندخل القيمة 3 في الخانات Length و Width Segments، ثم نضغط Create. ومن اللوحة Hierarchy نضغط على المفتاح Affect Pivot Only، ثم نختار الأداة Select and Move، وندخل القيمة 0 في خانة الإحداث X، ثم نقوم بإيقاف عمل هذا المفتاح بالضغط عليه مرة أخرى. والآن سنقوم بعمل التحريك. فنشغل المفتاح Animate ونحرك الشريط Time Slider إلى الكادر رقم 80، ونختار الأداة Select and Rotate، وندخل القيمة 180 في خانة الإحداث Y، ثم نضغط على المفتاح Animate لإلغاء تشغيله، ثم نختار مفتاح الحركة عند الكادر رقم 0، ونقوم بتحريكه إلى الكادر رقم 5. وبتحريك الشريط Time Slider نرى الحركة، ونلاحظ أن حركة الصفحة حركة صلبة. ولإضافة الواقعية لحركة هذه الصفحة ننتقل إلى اللوحة Modify ونقوم بإضافة أمر التعديل Bend، ومن الجزء Bend Axis نختار X، ثم نشغل المفتاح Animate ونحرك الشريط Time Slider إلى الكادر رقم 50، ونعدل القيمة Angle إلى -50، ثم ننتقل إلى الكادر 70 ونعدل القيمة إلى 50، ثم ننتقل مرة أخرى إلى الكادر رقم 80 ونعدل القيمة إلى 0، ونضغط على المفتاح Animate لإلغاء تشغيله، ونحرك مفتاح الحركة Keyframe عند الكادر 0 إلى الكادر رقم 10، وبالضغط على الرمز Play نرى الحركة. والآن نقوم بإضافة أمر التعديل Twist، ثم نختار مستوى التعديل Center، ونحرك نقطة المركز إلى ركن الورقة كما نرى.
ونعدل القيمة بايز إلى 90. ومن الجزء Twist Axis نختار X، ثم نشغل المفتاح Animate ونحرك الشريط Time Slider إلى الكادر رقم 10، ونعدل القيمة Angle إلى 10، ثم ننتقل إلى الكادر رقم 80 ونعدل القيمة Angle إلى -10، ثم ننتقل إلى الكادر 85 ونعدل القيمة إلى 0، ثم نغلق المفتاح Animate ونفتح النافذة Track View بالضغط على الرمز الخاص بها في شريط الأدوات، ثم نفتح القائمة Objects ومنها نفتح القائمة Quad Patch ثم Modified Object ثم Twist ونختار Angle، ثم نضغط على الرمز Assign Controller ونختار Linear Float ونضغط OK ونغلق النافذة Track View، وبالضغط على الرمز Play نرى أن الحركة تحدث بشكل أكثر واقعية. وبعد إضافة الخامات والإضاءات تظهر النتيجة النهائية كما نرى.